ما تيجي اقولك تقضي في هندي يوز ب150 جنيه حيث الروقان والاستجمام. وكمان مش هتبعدي بعيد، يعني على بعد ساعة وربع من القاهرة، وهتبقي هناك في العين السخنة. بجد هتستمتعوا جدا في القرية ديت، يعني يوم كده صد رد وتقضوا هناك، وبجد هتستمتعوا. اول ما بندخل كده القرية بنلاقي مساحة خضراء، وكمان في باركنج للعربيات. يعني بتطمني على العربية بتاعتك، لو هتركنيها هناك مش هتركنيها بره، لا ده هتبقى جوه القرية. والمرجحة دي بقى مش قادرة اقولك، في الاخر كده اخر اليوم هتقعدي فيها متبقيش عايزة تروحي بيتكم تاني. وبعد كده بتبتدي بقى نبدأ ندخل كده على الشاطئ، وانتي داخلة على الشاطئ كده بتقابلي ملعب لكرة القدم، وكمان ملعب للكرة الطايرة. يعني لو حابين تستمتعوا بوقتكم في اليوم كده وتخرجوا تفصلوا شوية من البحر وتلعبوا شوية بالكورة، فهتلاقوا هناك ملعبين، وهتلاقوا مساحة خضراء كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. بس طبعا عايزة اقول لكم المياه حلوة جدا، مش هتخليكوا اصلا تخرجوا منها. بس يعني لو حابين، موجود هناك مساحة كبيرة للعب بالكورة لو حابين، او حد حابب يلعب بالكورة. وبعد كده بقى عايزه اقولكم كمان في هناك مكان كده بيتأجر، لو حابين برضو تأجروا له الخصوصية كده، لو حد حابب يريح. بيبقى مكان مكيف كده زي ما انتوا شايفين ومقفول عليكم. لو معاكم يعني حد كبار سن او حد حابب يريح، في المكان ده موجود، بس طبعا بسعر تاني. قدامكم كده زي ما انتوا شايفين الكافيتيريا كده، دي كده الكافيتيريا كلها. وبعد كده بنبتدي بقى ننزل على اخر حاجة، وهي الشاطئ. الشاطئ بتاعنا بقى بننزل كده عليه في الاخر. ما شاء الله المساحة الخضراء كبيرة كده زي ما انتوا شايفين، وفي كمان كافيتيريا هناك لو حابين تشربوا اي مشاريب، بصراحة نظيفة ومشاريبها حلوة برضو. ننزل بقى المكان كده، او ننزل على الشاطئ زي ما انتوا شايفين كده، عبارة عن برجولة من الخوص وتحتها الكراسي بتاعتها، والمكان نظيف جدا ورايق زي ما انتوا شايفين. يعني ولا زحمة بقى ولا اي حاجة من الكلام ده كله. حاجة كده راحة كده تستجمي كده مع نفسك، مش لاقية بقى حواليكي كده زحمة. بصراحة مش عارفة هو كده على طول، ولا عشان احنا كنا رايحين يوم غير ايام الاجازة، يعني غير الحد والجمعة، احنا كنا رايحين يوم اربع. فطبعا غير ايام الحد والجمعة، معرفش بقى بصراحة في الايام العطلات الرسمية يعني بيبقى عامل ازاي. بس زي ما انتوا شايفين في المجمل هو نظيف جدا. الشاطئ حلو جدا ونظيف، هو مش كبير قوي بس بصراحة نظيف جدا. واجمل ما بقى، اجمل ما في الشاطئ بقى ان هو ما كانش كده شاطئ رملي، لان طبعا كلنا عارفين الرملة بتبهدلنا كده وبهدل هدومنا وبهدل الاكل وبتلزق كده على الهدوم وعلى الاكل، وبتبقى حاجة مش لطيفة خالص. الشاطئ ده بقى مختلف تماما، عبارة كده عن زلط صغنن، فده برضو كان حلو جدا ان هو كان بعيد عننا الرملة خالص. والمية بقى زي ما انتوا شايفين كده، اللهم بارك، صافية وجميلة كده ورايقة. حاجة كده بجد هتستمتعي بيها. وكمان كان في هناك بقى الالعاب المائية، البنانا بوت وحاجات تانية كتير. والموتوسيكل المائي دوت، في حاجات تانية كتير موجودة هناك لو حابين ان انتوا برضو تستمتعوا بوقتكم. كل ده موجود هناك. اهم حاجة بقى المية، بصوا المية عاملة ازاي. طبعا انتوا شايفينها، مش محتاجه بقى ان انا اقول لكم الميه عامله ازاي، كانت ما شاء الله رايقه. والبحر كان حلو، ما كانش عالي خالص. الولاد كانت بتلعب قدامنا. ويعني الميه كانت واصله لها لحته كويسه، يعني ما كانش بعيد عننا. ده برضو حلو قوي ان انت تبقى الولاد حواليكي، وكان البحر امان. وبصراحه الاستاف هناك برضو كان ناس كويسين جدا. ومعانا عايزه اقول لكم بقى ان المكان ده كان تبع القوات المسلحه. فده يمكن برضو اللي مخليه ان هو مش بيدخلوا اي حد. بصوا بقى الالعاب المائيه كده، الموتوسيكل المائي كده، كل حاجه قدامكم اهي زي ما انتم شايفين. المكان ده بقى عايزه اقول لكم بقى ان هو تبع القوات المسلحه زي ما قلت لكم. واسمه جاردينيا بيج على في العين السخنه. على طريق كده الشواطئ هتلاقيه موجود هناك، وبجد تحفه زي ما انتم شايفين. واجمل بقى في ما في المكان ان هو هادي ونظيف ورايق زي ما انتم شايفين كده. بس انا خلصت بقى الفيديو، عايزه اقول لكم سعر الفرد هناك كان ب150 جنيه. وكمان بنصحكم انك تروحوا من بدري، لان بيبتدوا من الساعه 5 يخرجونا من الميه. وبس كده وخلصنا الفيديو، ما تنسوش اللايك.